مش كل مسجد في مصر اتبنى علشان الصلاة. في مساجد اتبنت علشان السلطة، ومساجد علشان الخوف، ومساجد عشان حاكم يسيب أثره قبل ما يمشي، ومساجد لحد النهاردة الحجر فيها حافظ أسرار أكتر من الكتب. النهاردة مش هنتكلم عن مساجد بنشوفها ونعدي. النهاردة هندخل جوه حكايات المساجد القديمة في مصر، وحاجات عمرك ما سمعتها. مساجد اتبنت فوق مقابر، ومساجد اتقفلت سنين عشان كلمة، ومساجد صوت الأذان فيها اتغير مخصوص. اسمعني، لأن اللي جاي مش تاريخ ممل، اللي جاي أسرار. أول مسجد في مصر وأفريقيا كلها كان مسجد عمرو بن العاص. في بدايته ما كانش فيه محراب ولا مأذنة، كان بسيط، ومع الوقت ومع كل حاكم جديد المسجد كان بيكبر، كأنه بيكبر مع البلد نفسها. كان محكمة وكان جامعة، وكان الناس تتحاكم فيه، وده مذكور في كتب التاريخ الإسلامي. وبعدين نروح لمسجد أحمد بن طولون، المسجد اللي تحس فيه بالهيبة أول ما تدخله. اتبنى فوق مكان مرتفع، وتصميمه متأثر بمساجد سامراء في العراق. والمأذنة الحلزونية مش بس شكل، دي معمولة عشان تشوف المدينة كلها من فوق. وفي روايات تاريخية بتقول إن الحاكم كان يطلع يبص على القاهرة عشان يفتكر إن كل دول تحت حكمه. ونقرب شوية ونوصل لمسجد الحاكم بأمر الله، مسجد ليه رهبة خاصة. الحاكم نفسه كان شخصية غريبة ومخيفة، قفل المساجد في فترات ومنع عبادات واختفى فجأة. المسجد اتقفل سنين طويلة، واستخدموا حصن ومخزن وسجن. عشان كده ناس كتير لما بتدخل تصلي فيه بتحس بالرهبة. وبعدين مسجد الأزهر اللي بدأ كمسجد فاطمي، وتحول مع الوقت لأكبر منبر علمي ديني في العالم الإسلامي. الغريب إن الأزهر فضل واقف رغم تغير الدول والحكام، كل حاجة وقعت وهو فضل، كأن العلم كان درعه الحقيقي. ونروح لمسجد السلطان حسن، المسجد اللي أول ما تبص عليه تحس إنك قدام جبل مش مبنى. اتصرف عليه فلوس مهولة عشان يثبت قوة الدولة المملوكية، وكان مسجد ومدرسة في نفس الوقت. وفي ناس قالت زمان إن ضخامته كانت مرعبة، لدرجة إن الحكام اللي جم بعده خافوا يبنوا حاجة أكبر منه. جنبه مسجد الرفاعي، مسجد اتبنى عشان المدافن الملكية، جواه قبور ملوك وأسرة محمد علي. الغريب هنا إن الصلاة والموت اتحطوا جنب بعض من غير خوف ولا تناقض. وفي القاهرة القديمة مساجد كتير اتبنت وسط المقابر، كانوا مؤمنين إن الصلاة وسط الموت بتفكر الإنسان بحقيقته، وتكسر غرور السلطة، وتخلي الدعاء أصدق. حتى الأذان في مصر ليه نغمة مختلفة، متأثر بالقرآن المرتل مش المغنى، عشان كده صوته هادي وفي حزن خفيف يوصل للقلب قبل الودان. المساجد المملوكية اتبنت بواجهات ضخمة، مش عشان الجمال بس، لكن عشان اللي يعدي يحس إن الدولة قوية، وإن الدين والسلطة كانوا ماشيين مع بعض. ورغم كل التاريخ ده، المساجد القديمة في مصر مش أماكن سياسية ولا خوف، هي أماكن ربنا كان قريب فيها، قريب من واحد مكسور، من دعوة اتقالت بصوت واطي، من دمعة نزلت من غير ما حد يشوفها. يمكن الحجر سمع، ويمكن الجدران حفظت. عشان كده لحد النهاردة وانت داخل مسجد قديم بتحس براحة غريبة، كأن حد بيطبطب على قلبك من غير كلام. المساجد دي شافت أجيال مشيت، وشافت هموم بتتغير، لكن فضل فيها نفس الإحساس إن في مكان آمن نقدر نرجع له لما الدنيا بتتقل علينا. بس لسه في مساجد تانية حكاياتها مختلفة، مش مرتبطة بحاكم ولا بسلطة ولا بدولة، مرتبطة بالحب وبالقرب وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مساجد الناس بتدخلها مش بس تصلي، لكن تفضفض وتستأنس وتحس إنها مش لوحدها. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية، مساجد آل بيت النبي في مصر وحكاياتها وروحها
وليه الناس لحد دلوقتي رايحة ليها بقلبها قبل رجليها؟